السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم جيتكم بوصفة العسيلة تاع الطمينة كما راكم تشوفوا فيها لون رائع وقوام أروع. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم، وإذا عجبتكم ما تنسونيش من لايك وتعليق شباب كيما انتوما. يلا أحبائي نروحوا نبداو الوصفة. بسم الله، نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا حبيباتي عندي 5 كيلو تاع السكر، السكر المبلور او السكر حبيبات، كل واحد كيفاش يقولوا. هذه الكمية حبيباتي نقسمها على يعني نطيبها على اقسام، كل مرة نطيب 2 كيلو 2 كيلو، مرة نطيب كيلو. لازم لنا صافي 5 كيلو تاع السكر. لازم لنا الكوكيطه ولا القدره، لازم تكون من النوع الثقيل يعني اللي ما يحرق لناش السكر. ونحتاج ايضا ملعقه تاع الحطب او الخشب. نروحوا نبداو على بركه الله. هنا باه نتحصل على اللون الذهبي يعني الاصفر الذهبي الشباب، لازم نحط كميه من الماء اللي هي كأس غير ممتلئ، يعني ناقص اصبع او اصبعين. المهم نشمخوا السكر بهذه الطريقه، نحركوه كامل حتى يعني تحس ولا حبه تاع سكر قعدت بلا تشمخ. ونحطوها على نار هادئه. ونبداو يعني نواصلوا التحريك، ما لازمش تخلوها يعني لازم التحريك يكون متواصل. هذه هي، تبعوا معايا ونشوفوا مع بعض المراحل. وهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا السكر تاعنا لازم التحريك المستمر. بعد ما نحركوه يعني يبدا يذوب. بعد الذوبان هذاك يولي يتشكل كتل هكا يعني يابسة. من بعد نكملوا في المرحلة هذه تاع التحراك حتى تشوف باللي السكر بدا يولي كراميل. مش كراميل يعني فيه يتحرق ولا راني نقول لكم ونعاود، القدرة راهي ثقيلة والنار راهي هادئة يعني على أقل من مهلها. حبيباتي لحقنا المرحلة وين السكر تاعنا بدا ياخذ اللون الذهبي كما راكم تشوفوا فيه، ولازم التحريك المستمر. وبما انه لحقنا المرحلة هذه تاع بدا السكر يذوب يولي هكا على شكل كراميل سائل. لازم يكون معك وحده ولا المهم باهي يسخن لك الماء. والكمية تاع الماء هنا حبيباتي انا خدمت 2 كيلو سكر بزوج ريتلات تاع الماء. الماء لازم يكون سخون. انا هنايا في ال2 كيلو الاولين حطيت الماء البارد، من بعد لقيت صعوبة يعني ما جاي يذوب حتى بالسيف. صافي من المستحسن وحدة تسخن الماء به يعني سخون مع سخون. ما يحكمش بزاف الوقت، السكر هذاك يذوب عادي حبيباتي. علاه قلت لكم بلي لازم السكر كي يكون سخون لازم نديروا له الماء سخون، ما نديرولوش الماء البارد، لانه اذا درنا الماء البارد راح يتجمد هذاك السكر ثمثم يتجمد. من بعد كي تروحي تحركيه بالمغرفة هذيك اللي كانت في السكر راح يخرج لك هذاك البخار، والبخار هذاك الله المستعان مرات يضرب للوجه مرات لليد. صافي تتحرق اللي طيب في السكر تتحرق من اليدين ولا من الوجه. الله يعني ربي بعد عليكم البلاء.
المهم صرات كاين بزاف نساء صرات لهم هكذا. صافي من المستحسن خواتاتي نحطوا الماء سخون هكذا، نيفيتيو كامل هذوك المخاطر هكذا، المخاطر اللي تصرى هذه. بزاف عبد الله راك هرت هواء لاوي. صورتني كاع كواليس عبد الله. كواليس ولا قواليس؟ كواليس عبد الله. هكذا عبد الله الطبخ أجمل شيء. شوفوا هنايا كي ضربت المرقرين مع العسيله ما شاء الله جات يعني. وهذه هي الطمينه اللي وجدتها بالعسيله اللي وجدتها معكم حبيبتي بالصحه والهنا. بهذه المناسبه اقدم احر التهاني الاخ زوج الكريم، نقول له بزيادة سعد ان شاء الله البيبي يتربى في عزكم يا رب العالمين. لهنا لحقنا لنهايه الفيديو. اسعد الله اوقاتكم، في امان الله جميعا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.